السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم درت لكم وصفه طبيعيه لي زانغريديون ناتوريل. جبت لكم كريبوني. ما كاش اللي ما يحبش كريبوني، سورتو رانا في السخانه، رانا في الصيف في والم الكريبوني. دونك حبيتو تعرفوا على طريقه التحضير والمقادير. شوفوا الفيديو حتى النهايه، ما تنساوش ديروا لي لايك وبارطاجي الفيديو بيان سور يتعجبكم. واش عندنا المقادير؟ عندي 4 حبات قرص متوسط الحجم، حبيتو ديروا 3 حبات يكونوا ملاح، هادو الصغار ويعني جاوني تقريبا نص كاس فيه، نتوما ديروا 3. معاه عندي كاس الا ربع سكر، وعندي تانيك مبشور هادوك 4 حبات تاع الليمون، وعندي تانيك 3 بياض البيض يكونوا كبار، وتانيك عندي مغرفة ماء الزهر، واللي حاب يزيد شويه لافاني يزيد على ريحه بيض البيض. هي يعني بيض البيض ما راحش يكون الا اذا دابلك هذاك، اذا خليتي الكريبوني على برا يجيك كي يدوب يجي فيه شويه ريحه بيض البيض. دونك واش راح نديرو؟ نجيبو ليزاز تاع القرص، درنا جو سيترون، درنا السكر، نحركوه مليح، نخليه خليته بضع ثواني برك في الفرن. عاودت رجعت جبت الكسرونه هذيك، جبت 2 كيسان ماء، هكا ديري 2 كيسان ما هكذا، وخليه كي يبدا يغلي. حسبي 5 دقائق، حسبي له 5 دقائق، طفي عليه. نديرو تانيك مغرفه من الزهر دوكا. قلت لكم نديرو لافاني حبيتو اللي ما يحملش البيض ولا باسكو ما راحش يطيب البيض. خليه فوق النار حتى يغلي 5 دقائق وطفي عليه، ونروحوا للبياض البيض. درت له قرصه ملح وضربيه بالباتور حتى يولي القوام تاعو ثقيل، يولي كيما الثلج هكذا، يولي بيض كيما الثلج. التماك حبسيه يعني ما تزيديلوش. وهذاك السيرو انا خليته يبرد باسكو طيبته وخليته يبرد شويه. هي تقدري ديري في ريسبيون واحد اخرى، ديري سيترون جو، هذاك السيرو تاع السيترون، وتحطي له هذا البياض البيض هكا وطلع لي هكذا. راني يعني راني نقلب فيه باش تعرفوا باللي راهو تقيل. هنا تقدري انا جبت صفايه وصفيته، هذاك القشور مش راح نديرو بزاف باسكو كاين القشور، كاين اللي ما يحبوش، تقدروا ما ديرولوش القشور. كاين اللي ما يحبش هذاك المراره باسكو يطلق شويه مراره هذاك ليزاز تاع القارص. دوك خلط السيرو هذاك مع بياض البيض ونغطيه بابي فيلم اليمونتير، نحطوه في الفريغو قيس ما يجمد. دوك انايا ما كاش عندي الوقت، والفريغو تاعي ما جمدليش بزاف. المهم نتوما 2 فوا ولا 3 فوا يدخل لكم فريغو غلفتو مليح باش ما يدخلو حتى حاجه، باش ما تجي فيه حتى ريحه، وباه ما تدخلو فيه حتى حاجه. حطيته في الفريغو خليت 3 سوايع، دونك على حساب الفريغو تاعكم اذا يبرد ولا لا. دونك انا جبت لي شويه، جبت البغا دربته، ومن بعد عاودت باش يتخلط هذاك البياض مع السيرو، باسكو اذا ما خلطتوهمش مليح راح يقعد السيرو وحده والبياض هذاك وحده، لازم تخلطوهم مليح. دونك خلطته غطيته، لازم تخلطوه مليح، تعاودوا تدخلوه باسكو هكذاك يقعد السيرو تحته والبياض الفوق. زدت خرجته، زدت دربته، قعدوا هكاك 2 فوا ولا 3 فوا. زاد جمد لي شويه، خليته ساعه هكذاك، زاد جمد لي شويه، ديروا 3 فوا هكذاك حتى تعرفوا باللي تخلط هذاك السيرو مع بياض البيض هكا. نتوما تقدروا تخليه يجمد مليح، مش يعني باش تخلطيه مليح هكا. قعدوا 3 فوا ولا 4 فوا، وانتم ترجعوه للفريغو حتى يتخلط ويجمد لكم مليح، ومن بعد خرجوه. المهم خليته انا ليله كامله، ومن بعد خرجته
وحبيتي كيما نقولوا تجيبي مغرفه ولا كاين ما بعرفش مغرفه تاع لا كريم هذيك. انا درتو في لابوش ادوي وحطيته في الكاس. دونك تزيين كان بسيط، يعني ماشي كيما اول مره درت كريبوني، بصح الكو تاعو جا بنين عجبني. نحب انا القارص، يعني نحب القارص ونحب الكريبوني، الوغ عجبني بزاف. برك نعطيكم ملاحظه، كولوه بارد، باسكو اذا داب لكم هذاك البياض راح يجي فيه الريحه هكذا. كلوه جامد ما تحسوش، يعني ما تحسوش كامل، يجيكم كريبوني والجو تاعو يجي بزاف بنين. دونك ان شاء الله تجربوه تعجبكم الوصفه. سلام، في فيديو جديد ان شاء الله.